السلام عليكم متابعين قناة غزال. شخباركم؟ لاباس عليكم؟ راكم على خير وبخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في القناة غزال اللي هي قناتكم طبعا. نتمنى ان شاء الله يكون المحتوى اللي كنقدم لكم تيعجبكم ان شاء الله وتستافدوا منه. مرحبا بالناس الجدد اللي كتابونا في القناة، مرحبا والف مرحبا بكم. ومرحبا بالناس اللي هما قبل عندي قدام والناس الجداد كلكم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا هاد البسبوسه، انتم كتشوفوا الشكل ديالها، انا قطعتها معكم. يعني بسبوسه اللي تحمر لك في عين وجهك، غير اختي حضريها ورجعي ردي عليا الخبار. بالقوام بسيط لكن كتجي صراحه رائعه. يعني كريم باتيسير كيعطيها واحد المذاق يا سلام، واحد الفته يا سلام. ممكن تصوير ما عطيهاش حقها كيف خصها، يعني يعطيها ما شاء الله تبارك الله. كتجي فتيه، انتم كتشوفوا تبارك الله. حضروها وغتعرفوا علاش كنهضر. يلا هاد البنات ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير ومع المقادير، وان شاء الله نتمنى انكم تجربوها. على بركه الله الاخوات، نحضروا ان شاء الله البسبوسه ديالنا. نبداو اول حاجه بالكريمه باش تدفى لينا تبرد شويه. عندي هنا كاس الحليب، كاس العنبه، الحليب كامل الدسم، ومنسبه السكر عندي غير معلقه واحده لان مازال غنضيفوا الحلاوه في البسبوسه. الا كتبغوا الحلاوه بزاف يمكن لكم تضيفوا جوج. عندي واحد المعلقه تاع النشا او المايزينا، وعندي جوج معالق تاع لا كريم بودره تاع لا كريم باتيسير. يمكن لكم تصايبوا لا كريم باتيسير المنزلي بالبيض وهذا والحليب وبالنشا، الا ما متوفرش عندكم المايزينا. صافي غنحطو على النار. انا غنحضر غير الكميه اللي انا محتاجه في هذا الكيك، فقط كاس الحليب كافيني باش ما تبقاش لي. صافي الا كان عندكم مول كبير فيمكن لكم تضاعفوا الكميه وتعملوا جوج كيسان تاع الحليب وتضاعفوا الكميه في لا كريم باتيسير. يلا غنحطو على النار وما تحرك حتى كيحقاد، ما تغفلوش عليه. صافي البنات من كيوجد انت اختار لي. انا غنصبو في واحد الصحن خليه يبرد. صافي ندير ليه السلوفان ونخليه يبرد باش ما يتشكلش ديك القشره. كنربط هكا على الوجه ونردو جانبا نخليه يبرد وغندوزو نحضروا البسبوسه ديالنا. دابا الاخوات ان شاء الله غادي ندوزو نحضروا البسبوسه. عندي بيضه واحده من الحجم متوسط، غير بيضه واحده لان حنا ما محتاجينش الخليط كتير، ما بغيناش هاد البسبوسه تجي عاليه. بالنسبه للسكر غنعمل جوج معالق تاع السكر غير بالمعلقه، لان نحاولوا على الحلاوه باش ما تجيناش حلوه البسبوسه. والناس اللي كتحب الحلاوه بزاف تعمل 3. ولات الناس دابا مابقاش كتقدر على الحلاوه فنتحكموا فيها. غادي نطربها حتى يعني حتى هكا اللون ديالو هكا يمشي للبياض ونرجع لكم. صافي بالنسبه للزيت نصف كاس الزيت، كاس العنبه باش كنعبر نصف كاس. غنضيف نصف كاس الحليب، يمكن لكم تعوضوه بالدانون. عندي هنا نصف كاس عصير الليمون الحامض مع واحد جوج معالق تاع الماء باش نقصوا الحموضه. يمكن لكم تعوضوه ايضا بعصير البرتقال، فلكم الاختيار. كتجيب الحامض يعني بالليمون الحامض زوينه.
عندي هنا بشور تاع الليمون حامض به كنسمو، كتجينا رائعه بهذا المذاق ديال الحامض. صافي غنضيف هذا الكاس الاول تاع السميد هذه بيضه ولكم الختيار، انا كنبغيها يجي اللون ديالها بيض ماشي صفر. الا كتبغيوها يجيكم لونها اصفر فيمكن لكم تعملوا سميده صفراء. غنضيف مازال نصف كاس. غنضيف واحد المعلقه تاع الدقيق عامره مزيان، ومعها كيس تاع الخميره الحلويات من فئه 100 غرام. صافي وغنحرك الخليط ديالي. صافي القوام ديالو هكا، لان ما بغيناش يكون قاصح، لان السميد ماشي هو الدقيق. السميد غتنشف لينا، خص يكون شويه هكا سائل باش يلاه تشرب وتجينا البسبوسه هي هذيك. صافي تحركوها مزيان حتى كيندمجوا العناصر كاملين. وغنجيب المول اللي غادي ندريسي فيه. صافي كنجيب انا هذا المول، ما يكونش، الا يستحسن انه الا كان المول ما طالعينش الجناب ديالو بزاف. هذا الشيء علاش اختاريت انا هذا، لان ما بغيناهاش طالعه بزاف. صافي انايا راه فرشت ليه ورق سولفيريزي وغنصب الخليط ديالي. صافي غنجيب دابا داك الكريمه اللي حضرنا. حنا غير التجمع ما غرضناش باش يعني تبرد بزاف، لان اصلا غنردوها طيب. صافي البنات كنجيب الكريمه وكنحطها هكا، وانا كندور مع البسبوسه ديالي هكذا. البنات نتمنى تكون كتبان لكم مزيان. وانا حطيت الكريمه على الوجه تقريبا هكا، كنخلي غير سنتيم وكنحط، وحاولوا تبعدوا من الجوانب واحد السنتيم باش ما تلصقش لكم الكريمه على تفيض لكم على الجوانب. صافي غندخلها للفرن مسخن مسبقا بالنسبه لفران الغاز، ونقصوا الحراره على المتوسط باش طيب تاخذ راحتها وما تحرقش لينا، وطيب مزيان حتى طيب من الاسفل تبان لينا الحمرار من الجوانب، ونطلعوها للاعلى يعني تاخذ غير واحد اللوين هكا ونخرجوها. وبالنسبه للفران تاع الكهرباء نفس الشيء، تعملوه على 150 ماشي 160 ولا 180 باش البسبوسه ديالنا طيب تاخذ، لان فيها الكريمه. ما تسرعوش النار حتى طيب نفس الطريقه، ونخرجوها ان شاء الله ونكملوا. صافي البنات دابا الكيك ديالنا كطيب. في هذا الاثناء انا غنحضر السيرو. غادي نضيف البنات 3 المعالق تاع السنيده، غير القياس اللي غنسقي به الكيك او البسبوسه ديالنا. ونص كاس تاع الماء تاع الكاس العنبه، واحد طرونش تاع السيترون او الحامض. صافي البنات غنحطوه يغلى حتى تذوب ديك السنيده، وهكا يحسوا بسنيده طابت، وكنزولوه من النار. بالنسبه للسكريات اللي عملت غتحسبوا انها تقريبا كاس ما عامرش، غير فرقتهم اجزاء. عملت معلقه واحده مع لا كريم باتيسير، عملت 2 معالق مع الخليط تاع البسبوسه، وعملت هنا 3 تاع المعالق، يعني المجموع 6 المعالق. كاس ما عامرش يعني، ما حاولت فرقته باش ما الى عملنا كاس سنيده في الخليط او نص كاس، وغنعملوا هاد
هاد يعني الخطوات الاخرين غتجينا البسبوسه ديالنا حلوه بهاد الطريقه، يعني كنوزعوا وكتجينا الحلاوه هي هذيك. يلا البنات ان شاء الله ونكملوا ما تبقى. البسبوسه ديالنا بعد ما طابت وخرجتها من الفرن كيف كتشوفوا هذا هو اللوين ديالها تحمرات. صافي دابا غنخليها ترتاح وتبرد واحد الساعه على اقل، لان فيها الكريمه ما غنسقيهاش هي سخونه، غنخليها حتى تبرد واحد السويعه وغنسقيها بالسيرو سخون. صافي البنات دابا منين بردات غنجيب واحد الصينيه هكا وغنقلبها باش نزولوا داك ورق المطبخ. شفتوا دابا غنجيب الصحن اللي غنقدموا فيه. صافي البنات دابا غنسقيها بالسيرو. هي راه بردات، خصنا السيرو نسخنوه، انا رديتها على الوجه ديالها. صافي البنات كنسقيها هكذا غير بشويه. كنجيب واحد السكين هكا تنتقي بشويه باش يدخل ليا السيرو. صافي كنسقيها بداك السيرو كامل باش تشرب ليا. صافي كنجيب العسل وكندير هكذا من الفوق باش نزينها مثلا بالكاوكاو او الكوك او اللي حبيتو، غير باش يلصق لينا لان السيرو ما غيلصقش عليه. صافي كنجيب كاوكاو هكا، انا بالنسبه لي كاوكاو هكا مهرمش، يمكن لكم تزينوا باي حاجه بغيتوها. وانا هكا غنستمر هكا حتى نكمل، نتلاقاو ان شاء الله الشكل النهائي. هنا البنات هذا هو الشكل النهائي تاع البسبوسه ديالنا. شفتوها كيف قلت لكم بالنسبه للتزيين لكم الاختيار، تزينوها باش ما حبيتو. دابا ان شاء الله غندوز نقطعها معكم وغتعرفوا كيفاش جات، وتعرفوا تبارك الله ما شاء الله الفته ديالها ما شاء الله كيفاش كتجي. يعني تشوفوا بعينيكم رغم ان التصوير ما يعطيهاش حقها كما هي في الواقع، غير باش تحضروها يعني الصراحه تستمتعوا بها. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. شفتوا هذاك صراحه داك كريم باتيسير هكا يطيب معاها تيعطيها واحد المذاق يا سلام. شفتوا الشكل ديالها، لان الاضاءه ما عطياش ما صراحه ما عطياش حقها، لكن صراحه غير جربوها وردوا عليا الخبر. انا متاكده منها انها غتعجبكم، كتجي زوينه بزاف البنات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو البنات عملوا ليه البارطاج مع الاهل والاحباب، وعملوا لايك الفيديو الله يحفظكم. شوفوا الشكل ديالها ما شاء الله، فتي كتاكلوها يعني ما كتحسوش بها، كتجي رطبه بزاف وما شاء الله صراحه زوينه بزاف يعني كيعجز التعبير. يلا البنات بسلامه عليكم، باي باي، نلقاكم في فيديو